قناة الموعظة السلفية تقدم لكم. فالله عز وجل يسخط على بعض عباده لبعض الأعمال، والعبد الحريص على مرضاة ربه سبحانه وتعالى يجتنب هذه الأعمال. فمن ذلكم تولي الكفار، تولي الكفار غير موالاتهم. التولي كأنك ترى أن دينهم على حق، وأنهم هم الأفضل والأكمل، أو هم مساوون لك في دينك. والله عز وجل قد قال: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا منهم أن سخط الله عليهم، أن سخط الله عليهم. والسبب أن هؤلاء كانوا يتولون الموالاة غير الله عز وجل لما قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال ابن سعدي رحمة الله عليه، قال: التولي التام يستلزم الانتقال إلى دينه، لكن في الموالاة قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. مجرد مودة، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، مجرد مجاملة، مثل ما يعمل بعض شبابنا يوادون الكفار بملابسهم بقصات شعرهم. ما نستطيع أن نقول هؤلاء كفار، هذا فسق، هذه معصية. لكن التولي أنك تعتقد أن دين النصراني الذي قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، تعتقد أنه على حق. هذه مما يستوجب سخط الله، أن سخط الله عليه، أن سخط الله عليه.